يعانين من الآلام والمعاناة الشديدة ويواجهن صعوبات كبيرة، فأغلى هدية يمكن تقديمها لجميع النساء هي أن أفتح باب للحياة التي فقدت فيها قوة الحرية، أو أمنحها أمل الحياة بحرية. لكن طبعا اليوم النساء أكثر إصرارا ومعرفة من أي وقت مضى، أصبحوا يعبرون عن لون المرأة المقاومة المناضلة. وأيضا في العالم وصلت النساء إلى هذا المستوى، أصبحنا يدركنا معنى التعصب الجنسوي أكثر من أي وقت مضى، وأيضا تعزز علمهن بأن السلطة تنمو على هذا الأساس. عام 2023 سيكون عام الحرية، حرية المرأة والحرية الجسدية للقائد عبد الله أوجلان، وذلك بتعزيز النضال في كافة مجالات الحياة. إذا نبارك يوم 8 آذار على جميع النساء في العالم، نبارك هذا اليوم على الجميع